ليه النحلة بتموت بعد ما تلسع؟ عمرك سألت نفسك السؤال الغريب ده؟ ليه النحلة لما بتقرصك بتموت؟ يعني إيه الفكرة أنت تلسعني وأنت تموتي؟ غريبة صح؟ تعال نفهم الحكاية ببساطة. أول حاجة لازم نعرف إن مش كل النحل بيموت بعد اللسعة. اللي بيموت بعد اللسعة هو نحل العسل، وتحديداً النحلة العاملة اللي هي أنثى على فكرة. أما ذكر النحلة ده ما بيلسعش أصلاً. النحلة معاها حاجة اسمها إبرة اللسعة، ودي موجودة في آخر جسمها ومرتبط بجهاز بيضخ السم. الإبرة دي مش ناعمة زي الدبوس، دي فيها شوك صغير، يعني شبه السنارة كده، تدخل بس ما تطلعش بسهولة. فلما النحلة تلسع جلد الإنسان، الإبرة بتغرس جوه الجلد والشوك بيخليها تعلق. فلما النحلة تحاول تطير وتمشي، الإبرة بتتقطع من جسمها بالكامل وتاخد معاها جزء من بطن النحلة. المشكلة إن بعد ما الإبرة تتقطع، النحلة ما تقدرش تعيش وتموت خلال وقت قصير. بس الغريب إن الجهاز اللي بيفرز السم بيكمل شغل ويفضل يضخ سم جوه جلدك حتى بعد ما النحلة ماتت. طيب ليه ربنا خلقها كده؟ علشان نحل العسل بيعيش في مجموعات كبيرة، ووظيفة النحلة العاملة إنها تحمي الخلية بأي تمن، حتى لو ده معناه إنها تموت. يعني تضحية علشان الجماعة، نظام أمني فدائي كده. يعني لما نحلة تلسعك وتموت، هي مش شريرة، دي بس بتدافع عن نفسها أو عن خليتها. فالمرة الجاية لما تشوف نحلة، افتكر إنها مش عايزة تلسعك أصلاً، لأنها عارفة إن ده آخر حاجة هتعملها. لو كانت المعلومة مفيدة ليك، دوس لايك وشارك الفيديو مع أصحابك، واكتب في الكومنتات إيه أكتر حاجة غريبة عن الحيوانات نفسك تعرف عنها.